معانا الدكتور مهندس استشاري اسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب. مساء الخير. اهلا مساء النور. ممكن تكلمنا عن الافطار الجماعي بتاع النهارده؟ يعني الحمد لله من اكتر من 15 سنه انا متعود قبل ما اكون نائب. انا ابن حلوان ومتعود ان كل سنه في رمضان بنجمع الاسره الحلوانيه في فطار يجمع كل اطياف المجتمع الحلواني، ومش فطار مقتصر على اللي صايمين بس، لا، على أشقائنا في الوطن إخواتنا المسيحيين، وعلى رأسهم الأنبا بيسانتي، هذا الرجل صاحب القلب الكبير ويعني له بصمات على حلوان كلها. زي ما انت شايفة كده كلنا متآلفين متحابين. الفطار في حد ذاته ليس هدف، ولكن قعدتنا مع بعض واللمة الجميلة للأسرة المصرية هي الأساس اللي بيفرحنا كلنا وبيخلينا نعيش لحظات جميلة وسعيدة تتماشى مع هذا الشهر الطيب اللي كله بركة وكله خير. وهو ده اللي زي ما انت شايفة على كل الوجوه بسمة وفرحة بان احنا بنقضي اوقات جميلة، وربنا يديم علينا جميعا كل الخير والرضا. وبدعي من قلب مصرنا الغالية ان يعيد علينا كلنا في مصر هذه الايام ونكون افضل حال واحسن، ومشكلتنا الاقتصاديه تتحل، ولادنا اللي بيبحثوا عن عمل يجدوا عمل، الحياه تبقى افضل للاسره المصريه وللشعب المصري كله. اهلا وسهلا بحضراتكم ان انتم شرفتونا النهارده. بشكر اداره برنامج ميديا مصر، حضرتك والاستاذ محمد مبارك والاستاذ مسعد ان شرفتونا في حفل الافطار السنوي والذي يقيم منذ اكثر من 40 عام. دكتور مهندس استشاري اسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب عن دايره حلوان والمعصره، وبنشكر كل اللي شرفونا النهارده، معالي الساده السفراء، معالي الساده النواب، معالي نيافه الانبا بيسانتي اسقف عام حلوان والمعصره، وبنشكر كل اللي شرفونا من مواطني حلوان، ونتمنى ان احنا النهارده نكون قدرنا نسعدكم ونتشرف. الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر الرجل العظيم الذي يعمل كل ما يدعم وحدة مصر وتحيا مصر تحيا. من داخل النادي الاجتماعي للإنتاج الحربي نقلنا لكم احتفالية الإفطار المجمع. كنت معكم مريم كمال، برنامج ميديا مصر.